زي ما هي كده من غير اي حاجه، تقوم مديها الشوك. لازم يعني تفاجئ اللحمه، تخليها تقول ايه ده انا بستوي، فاهم؟ هل تستحق العناء؟ اوه شيت. مكرونه بشاميل باللحمه بالكيوي بالمكسرات، واحده فيها كل حاجه. بسم الله. والله العظيم فن. شايفين الفن؟ يعني الوان متجانسه وحاجات. بقول لك ايه، لازم تكمل الفيديو ده للاخر. السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ معاكم ماشي، انا كنت محتاج بصل اصلا. السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ معاكم سليمان وفيديو جديد. النهارده هنعمل ان شاء الله مكرونه بالبشاميل بالمكسرات والكيوي. الموضوع ممكن يبان ويرد، لكن اوعدك باذن الله حاجه هتبقى مختلفه وحاجه طعمها حلو، في نفس الوقت دايت. هحسب لكم السعرات هتبقى فيها قد ايه في الوجبه. مكرونه دايت من حساب لاي حاجه. هروح الجيم الاول اتمرن وكده ارجع عشان اكل الوجبه بعد التمرين. فيلا بينا على الجيم، ليتس جو. اوكي، لسه مخلص تمرين ومتجه دلوقتي للبيت علشان اعمل مكرونه بالبشاميل. معلش انا منظر والصوت طبعا انا في جيم سيد عضله، ذا فيرست كلاس جيم، اكبر واجمد جيم. والله ما عارف انتظار ولا لا، ماشي. يلا بينا نطلع نعمل مكرونه بالبشاميل. اوكي، الحاجه اللي هنحتاجها وهي اول حاجه معانا مكرونه دايت من حاجه اسمها ريتش دايت، 400 جرام. كل 70 جرام فيها 250 سعره. مش لازم نحسب السعرات دلوقتي، هحسب لكم السعرات في الاخر، بس انا بقول لكم المنتجات اللي معانا. وهنحتاج خلطه البشاميل. مش لازم بقى اعمل دقيق الشوفان واعمل بشاميل مش عارف بدقيق اسمر ودقيق اخضر ودقيق اصفر ودي اصفر يعني جلب بالالماني باي ذا واي، يعني وانتوا عايزين تعرفوا المعلومه دي. هنحتاج هي اسمها ايه، خلطه البشاميل من كنور. وهنحتاج لحم مفروم طازج 400 جرام، دول ب 67 جنيه. مش لازم اقول الاسعار بس يعني اهو. وهنحتاج اخيرا لبن جهينه دايت خالي الدسم، 0% دسم. مش عارف هم ليه يعني ساعات بيكتبوها خالي الدسم وساعات يكتبوها 0 دسم. انا مش عارف ايه الفرق يعني، يا ريت حد يقول لي في الكومنتات. معانا اللحمه، معانا اللبن، خلطه البشاميل، معانا المكرونه، وفي حاجه تانية اهم حاجه معانا طبعا وهي هتكون دي كيفي او داس كيفي. المهم الكيوي، عارفين في اكلات كده لبنانيه مثلا بيعملوا مش عارف بيحطوا على الرز رمان. في اكل مالح معين لما بيتحط عليه نوع فاكهه او نوع حاجه غريبه بتخليه طعمه احلى. مثلا في الاردن بياكلوا، معلش ناموسك معديه، في الاردن بياكلوا الكبسه او بياكلوا الرز. يعني في اكلات بياكلوها بالمكسرات، بيحطوا عليها كاجو وفستق وبندق وكلام من ده. نفس الكلام انا عايز اجرب اعمل مكرونه بشاميل واحط عليها كيوي. معرفش هتيجي معايا ازاي. ممكن انت تختار. تسالني اشمعنى انا اخترت الكيوي، سؤال جامد وسؤال فعلا انا احييك على نباهتك. معرفش والله، يعني انا امبارح لقيت الكيوي قدامي، اشتريت 4 ب10، حسيت ان انا عايز احط كيوي فما تسالنيش كتير. انا حبهان هنحط على اللحمه. انا بس مش عايز اشرح كل حاجه، هتشوفوا كل حاجه خطوه خطوه عشان ما نسبقش الاحداث. معرفش ده والله حبهان ولا حبه البركه ولا، هي ريحته حلوه بس مش عارف ايه هو. يلا بينا نبدا، بسم الله. اول حاجه هنجيب بس الكاميرا كده، هنجيب طاسه زي كده وما نحطش عليها اي مواد دهنيه ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، زي ما هي، ونولع عليها النار. اوكي، هنسيب اسمها ايه دي، الطاسه تسخن سنه. وبعدين هم عاملين ايه، جايبين اللحمه زي كده بس نص الكميه عشان احط 200 جرام زي ما هي كده من غير اي حاجه. تقوم مديها الشوك. لازم يعني تفاجئ اللحمه، تخليها تقول ايه ده انا بستوي، فاهم؟ فتعمل ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. سامع الصوت؟ حطينا نص كميه اللحمه ونخلي دول ان شاء الله ممكن نبقى نعملهم برجر. مش هقدر اعمل زوم فحاولوا تشوفوا كده زي ما انتوا. بس في حاجه مختلفه دلوقتي بقى لازم تركزوا. فتحت الفلاش ركزوا بقى عشان نحط البهارات بتاعه اللحمه. اللحمه مش بتحتاج اي بهارات غير ملح وفلفل اسود وحبهان. ما تحطليش بقى بعد اذنك بهارات فراخ ولا بيكنج باودر ولا مش عارف اي حاجه في اي حاجه. اللحمه ما يتحطش عليها غير اللحمه ما يتحطش عليها غير فلفل اسود وملح والبتاع دوت. غير كده بس عشان يكون فيها طعم اللحمه. ما تحطش اي حاجه، كانك بتعمل امريكان برجر. الناس اللي بتفهم في الستيكس
انا عمري ما اكلت ستيك اصلا في حياتي، بس الناس بتفهم الكلام ده اكيد فهموا وجهه نظري ان احنا عايزين طعم اللحمه زي ما هو، لان البشاميل هيغطي على طعمها، فما تحطش بهارات كتير. حطيت بس عليها ملح وفلفل وجوز الطيب او الحبانه، والله مش عارف ايه هو. فصلت ليه بقى؟ لان الباب خبط، فبفتح فلقيت صاحب الشقه، يعني احنا مأجرين الشقه دي، فدخل فسلمت عليه، لقيته بيقول لي ده بلال، فسلمت على بلال، مش عارف قال لي، بيقول لي بيعرفني عليه ليه، فقلت له ازيك يا بلال. بعد كده قال لي ده صاحب يوسف، فسلمت على يوسف، بيقول لي ده يوسف ابني. قلت له ازيك يا يوسف عامل ايه؟ يعني لو انت دخلتني في حوارات، انا مالي يا معلم بالموضوع ده كله. يعني هو جاي يبص على الشقه يشوف احنا كسرناها ولا لا، بس مش دخلته كانت ويرد. الحمد لله يعني، انا لسه هصور وهكمل، ماليش دعوه بيه. هو بيخبط تاني ولا ايه؟ لا ما تصدعناش يا عم، بيخبط فعلا، ماليش دعوه. اوكي، تاني خطوه هنعملها وهي ان احنا هنسلق المكرونه الدايت. المكرونه ديت جبتها 25 جنيه، ديت فيها 13 او حوالي 14 جرام بروتين، 13 و8 جرام بروتين لكل 70 جرام، فيعني قيمه غذائيه جامده جدا. بس اعتقد ان انت ممكن، يعني مكتوب عليها مكرونه مناسبه لمرضى السكر، بياتنسنسس، مش عارف اقولها بالالماني، مرضى السكر او السكر كرانكن. فهنسلق المكرونه ونسيب اللحمه تتعصج. شوف بفهم مصطلحات الطبخ وقلت بتتعصج. اوكي، هنسلق المكرونه في البتاعه دي. يا جدعان اللحمه والله ريحتها حلوه قوي، مش عارف ازاي ده، عشان كنت بجيب لحمه معلبه على طول. اللحمه دي كانت فريش، معلش لازم اوريها لكم، مش قادر اهي. طلعنا الميه على البتاعه دي عشان نسلق المكرونه، ونطفي دلوقتي على اللحمه عشان ما تبردش. طب يا جماعه دلوقتي هنعمل صوص البشاميل زي ما هو معمول كده، مكتوب طريقه التحضير. يتم اضافه محتويات الكيس مع لتر حليب بارد واللبن ساقع فعلا، فايتس اوكي. كل مع زياده التقليب سمك البشاميل يبقى اتقل. اوكي، فهو بيقول ايه، انا حسبتهم دول حوالي 8 معالق، 8 معالق مع لتر لبن. انا مش هعمل لتر لبن، ومش يعني ده كله اصلا لتر، انا عايز اعمل وجبه ليا انا، او وجبه يعني النهارده وبكره. فهعمل ايه؟ هستخدم معلقتين مع 100 مللي لبن. دي النظريه النسبيه، معرفش حسبتها ازاي ومش عارف هي دي صح ولا غلط، بس 8 على 1 فيها الاثنين. لو خدنا الأس التكعيبي للجذر التربيعي هيطلع معانا الناتج ان احنا ناخد معلقتين من البشاميل على 100 لتر لبن. فين المعلقه؟ فين؟ في اللحمه، مش في اللحمه، ما عنديش مقص. فنحلق زي مع معيار معلقتين زي ما انا لسه قايل، فتحه اكبر. ادي المعلقه الاولى وادي المعلقه الثانيه. اوكي، 100 مللي حليب او لبن. قلت حليب عشان ممكن لو حد من السعوديه بيتفرج هتقول لي هتحسبهم ازاي ان هم 100 مللي. سؤال حلو على فكره، تاني مره، لكن ما عنديش كوبايه معياريه او اي حاجه، هو بالسنس كده انا هحس بس كده 100 مللي. انا حاسس ان هم كده 100 مللي، كمان شويه. معرفش ليه حسيت ان انا عايز اتصور كده اهو. الاول هندوبهم وهو بارد على البارد، مش عارف برضو ليه، بس حاسس ان هو لازم اعمل كده. بعد كده اولع عليهم اللبن، لونه اتغير طبعا بقى مصفر سنه، لكن مش باين في الكاميرا. والله العظيم يا جماعه الطبخ ممتع بجد، يعني انا مش عارف، في ناس بتمل من الموضوع ده، لكن انا مستمتع فشخ والله، مش عارف. I think it's my passion. لا انا مش هفضل ماسك طول الطريق برضو، يعني طول الطريق ايه، على نار هاديه جدا نبدا نقلب البشاميل. هي دي مهمتنا طول المده دي. انا بكلم جمهور كبير، مع ان انا عندي 100 مشترك، والله حرفيا 101 مشترك، فمش عارف اتكلم مين يعني. بس لو في حد من المستقبل بيتفرج عليا، احلى مسا عليك. اهم حاجه ايه؟ افضل قلب عشان ما تكتلش. في حته اتكتلت، في حته اتكتلت، في حته اتكتلت. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه اهو. هو ما بيتقلش ليه؟ طب هنحط المكرونه. معمول لها باكجينج ولا كأني جايب سماعه وايرلس من امازون. يا عم كنت خليتوه كيس يا عم بدل وجع القلب ده يا عم. ولا انا اللي صعيدي ولا ايه؟ مش عارف. بس وفي النهايه كيس برضه اهو، زي دي 400 جرام هنعمل نصهم. اوكي،
ايه ده البشاميل فيه يا لهوي. بشاميل الكتل يا جدعان، مش تفكروني يا عم، مش تفكرني. ده تقل فعلا. بس خلاص كده عشان ايه ما يبقاش زبادي برضه، احنا عايزينه خفيف. بس هو ده ايه، هو ده القوام المماثل هو ده القوام المطلوب. نعمل بقى المكرونه عشان الميه ايه بتتعب عليا. معلش، حاسس ان دي لقطه سينمائيه لازم اصورها. تقريبا حطيت النص مظبوط. اوكي، خلي دول يوم تاني ان شاء الله. عندي احساس ان انا عايز ادوق البشاميل، مش عارف ليه. الله يا جدعان، انا مش عارف، انا حاسس انها مصاص دماء. اللحمه زي ما هي كده، هي مستويه يعني. روعه. بص الطيب او الحبان اللي انا حطيته ده مديها الريحه يا امي كانت بتحطها كده، ومديها طعم جامد. وادي البشاميل. ها، المكرونه بتستوي. لسه المكرونه عايزه سنه كمان. بس انا عمال اكل في اللحمه طعمها جامد، مش عارف انا وانا جعان، مش عارف. اللحمه طعمها حلو. انا فاكر انا جبت لحمه من الالومنيوم ما كانتش بالطعم ده. نجا حمادي فيها لحمه جامده فشخ. تعمل ايدك بقى عشان نصفي المكرونه. اتفرج بقى يا صاحبي على التحضير، ازاي تحضر مكرونه بشاميل. المكرونه اهي معانا، ودول شويه بشاميل كده في الاخر، وشلت البشاميل الباقي في البتاعه الثانيه. فتجيب المكرونه واحد كده، نقلب شويه دول. اوكي، تاني حاجه نحط بشاميل. هي طيب خففته بشويه لبن. هل انا عملته ده انا مقتنع بيه؟ لا، بس حسيت ان انا لازم اخففه لان هو كان بيلزق في المكرونه. هنبدا ايه نسقسق كده. تاني طبقه هتكون اللحمه، ريحتها حلوه. جامده. نحط اخر حبه مكرونه، حبه من الشرقيه بهذا الشكل الجميل زي ما انت شايف. اخيرا وليس اخرا، لان في مفاجاه دلوقتي اهو. حطينا البشاميل على المكرونه، بقت طبقه مكرونه بالبشاميل، بعد كده لحمه، بعد كده مكرونه، بعد كده بشاميل. اخر طبقه اللي هتدي التيست الفظيع. معلومه يعني يا جدعان محدش يعرفها، الناس بتجيب جبنه موتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا ملهاش طعم، هي بتشد بس ملهاش طعم. الجبنه الشيدر ليها طعم وبتشد. فانت حققت حاجتين في حاجه واحده. ال 20 جرام فيهم 60 سعره، فيهم حوالي 2 جرام بروتين، فيها بروتينات، بس هنحط بكميه برضو يعني هي مش كتير، فاهم؟ فزي ما انتم شايفين يا جدعان بقى شكلها بصراحه حاجه تحفه فنيه. فان كوخ ما يعرفش يعمل ده، لان ده الكوخ نفسه. دي بس ايه، هنجرنش بشويه فول سوداني. ولو شايف ان ده ويرد فلسه الويرد ما جاش، ان انا بعد ما نحطها في الفرن لما نطلع هنحط عليها كيوي، واللي عندك اعمله. حطها في الفرن، مش عارف وقت قد ايه، مش عارف احطها اصلا في الشوايه ولا الفرن، بس هفتح عليها الشوايه لان هي المستويه اوريدي. بسم الله. اوه شيت، ربنا يتوب علينا من المايكات اللي بسلك، ويا رب اجيب مايك من غير سلك. اوكي النار ولعت. دمتي في سلام. اي دن، خلصنا. ما خلصناش اكل بس لما تستوي. طب يا جماعه انا سايبها بتاع تلت ساعه في الفرن، لكن الشيدر ما ساحتش، خيبت ظني والله ما عارف ليه. فهحاول انقلها في الطبق عشان اعرف تبان لكم. الحمد لله والله شكلها حلو مش وحش، حلو والله. We did it الحمد لله. بس بعملها من المغرب لحد العشاء، يعني قعدت بتاع ساعة تقريبا.
مع اني كنت متوقع ان هي تتعمل في 10 دقايق. هي المشكله ان انا جبت نوع جبنه وحش، المفروض اجيب جبنه ميكس شيدر ورومي او رومي بس. الشيدر وحشه والموزاريلا وحشه. يا جدعان لاهم نقطه، اهم لحظه، التجربه. هل تستحق العناء؟ مكرونه بشاميل باللحمه بالكيوي بالمكسرات، واحلى فيها كل حاجه. بسم الله. والله عظمه، اللحمه طعمها جامد قوي مع الكيوي، والفول السوداني مديها تيست كده في الاخر بيرفكت. والله تحفه، مش مديه اي طعم ان هي ايه ده دي مكرونه دايت، لا طعمها مكرونه عادي جدا. واللحمه جامده، اللحمه بتاعت نجع حماد البلد العجالي حلوه، طعم اللحمه حلو قوي. وجبنا الشيدر اديتها طبعا الصوص مع البشاميل، بالله عليكم لازم تجربوها، والله بجد حلوه قوي. سلام.